الصراع بين إيران وإسرائيل ليس وليد اليوم، هو صراع طويل ومعقد عمره أكثر من 40 سنة. إسرائيل تعتبر إيران أكبر تهديد لوجودها، خصوصاً بعد تطور برنامج إيران النووي ودعمها لميليشيات مسلحة مثل حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن. أما إيران فهي ترى أن إسرائيل تمثل احتلالاً وعدواناً دائماً على فلسطين، وأن دعم المقاومة حق شرعي. ماذا يعني هذا لنا نحن؟ أنت كمواطن بسيط قد لا تهتم بالسياسة، لكن عندما ترى ثمن البنزين يرتفع فجأة، أو الخبز والمعيشة تغلو، أو أخباراً عن حرب وشيكة في الخليج، فأنت وسط العاصفة دون أن تدري. لذا وجب أن نتابع، أن نفهم، لأن ما يحدث الآن قد يغير شكل العالم خلال شهور قليلة فقط. خطر الحرب على العالم. قد تقول لي: صراع بين دول بعيدة، ما علاقتي أنا؟ لكن الحقيقة صادمة. النفط. الخليج يصدر ثلث النفط العالمي. إذا تعطلت الإمدادات سترتفع الأسعار عالميا، وهذا سيؤثر على البنزين والنقل والغذاء، كل شيء. الاقتصاد العالمي هش بعد كورونا وحرب أوكرانيا. أي تصعيد جديد؟ تضخم أكبر، وربما أزمة عالمية جديدة. الأسواق والبورصات بدأت تتراجع، والسهم يصعد، وهذا يعني أن المستثمرين يخافون من الأسوأ. إذا وجدت أن هذه المعلومات مهمة، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو مع كل من يهتم بالأحداث الجارية، لأن الحقيقة أصبحت أغلى من أي وقت مضى.